عاملين ايه؟ يا رب دايما تبقوا بخير وفي احسن حال. النهارده هناخد درس جديد وهو اسمه مباحث الفلسفة. يعني ايه يا مستر كلمة مباحث الفلسفة ومشكلتها الأساسية؟ يعني الفلسفة مواضيعها ايه؟ بتبحث في ايه؟ بتكلمني عن ايه؟ احنا قلنا يا مستر في الدروس اللي فاتت وفي العلاقة بين الدين والفلسفة مثلا ان الفلسفة بتهتم بقضايا الانسان والحاجات المجردة المعنوية، صح ولا لا؟ هقول لك بس القضايا دي انواعها بقى، ما هي مش قضايا الانسان فقط، ما هي ليها انواع قضايا الانسان كتيرة. فهنا مباحث الفلسفة ومشكلتها الأساسية، الفلسفة بتبحث لنا في ايه وايه هي اللي بتتكلم عليهم. بص يا سيدي، قال لك والله كان ينظر للفلسفة حتى أوائل عصر النهضة، من قبل عصر النهضة لحد عصر النهضة كان ينظر لها إن هي علم العلوم اللي احنا لسه قايلينه في الدرس اللي فات، العلم الكلي اللي بينبثق منه كل شيء. ولكن مع بداية عصر النهضة، أول ما ابتدى عصر النهضة يهل علينا واكتشاف المناهج التجريبية، المناهج الجديدة، وانتشار مبدأ التخصص، أول ما ابتدى بقى لا لازم يبقى في تخصص، مفيش حاجة اسمها الفلسفة اللي بتدرس كل حاجة، لازم هنا نبقى متخصصين، كل واحد يتخصص في ايه؟ يتخصص في مجال معين. بدأت العلوم تنفصل عن الفلسفة، ابتدت العلوم هنا كل علم يبعد عن الفلسفة، كل علم بقول لك يا ست فلسفة سلام عليكم، انا هسيبك المرة دي. ومن اهم مباحث الفلسفة الرئيسية والفرعية. هنا الفلسفة بقى المباحث بتاعتها، في مباحث رئيسية الفلسفة بتتكلم عليها بشكل رئيسي، وفي مباحث فرعية. المباحث الرئيسية مبحث الوجود أنتولوجيا، والمعرفة إبستمولوجيا، والقيم الإكسولوجيا. وجود أنتولوجيا، معرفة أبستمولوجيا، والقيم الإكسولوجيا. يبقى هنا عندي كم مبحث؟ 3 أساسيين: وجود، معرفة، قيم. وجود هنعرف بيتكلم عن ايه بس من اسمه، كل الكون والموجودات. معرفة ازاي نعرف ونحقق المعرفة دي، مرتبط بمبحث الوجود، ازاي نحقق المعرفة فيه، فهنا مرتبط بالمنهج شوية. القيم مرتبطة بالأخلاق، فالوجود اسمه الأنتولوجيا، ولازم تبقى عارف ان الوجود اسمه أنتولوجيا، والمعرفة اسمها أبستمولوجيا، والقيم اسمها إكسولوجيا. دول ال3 مباحث الرئيسية. طب يا مستر المباحث الفرعية زي فلسفة الدين وفلسفة القانون وفلسفة التاريخ. طب مبحث القيم اللي هو الإكسولوجيا ده في كذا مبحث هو كمان، زي قيمة الحق اللي بيدرسها علم المنطق، وقيمة الخير زي علم الأخلاق، وقيمة الجمال زي علم الجمال. منكم اللي هيكمل فلسفة ويخش آداب فلسفة هياخد درس أو مش درس، هياخد موضوع كامل في سنة بيكلمك، كتاب كامل هنا بنتكلم فيه عن قيمة الجمال. يبقى تاني مباحث الفلسفة عندي رئيسية 3 وفرعية برضو 3. الرئيسية وجود، معرفة، قيم، أنتولوجيا، أبستمولوجيا، إكسولوجيا. والفرعية فلسفة الدين، فلسفة القانون، فلسفة التاريخ. تعال بقى ناخدهم واحدة واحدة كده يا مستر ونعرف كل واحدة بتكلمني عن ايه. بص يا سيدي، المباحث الرئيسية للفلسفة. أولا كده مبحث الوجود اللي هو الأنتولوجيا. ماله يا مستر مبحث الوجود؟ يدرس الوجود في صورته الكلية في مقابل بقية العلوم. هنا هو بيدرس كل حاجة في الكون، بيدرس الوجود في صورته الكلية، كل حاجة. محاولة الفلاسفة في العصر اليوناني فهم الإنسان والطبيعة والحياة والكون، عايزين يفهموا كل حاجة. طيب بيعمل إيه تاني؟ يهتم بدراسة ما هو أبعد من الظواهر المتغيرة.
الجزئية أي ما بعد الطبيعة أو الميتافيزيقا اللي هي الأسباب الأولى والمبادئ البعيدة لأصل الشيء، زي محاولة الفلاسفة في العصر اليوناني معرفة ماهية الإنسان، أصل الإنسان ومصيره، بعد كده الإنسان ده اللي بيحصل له وأصله، وأيضا أصل الكون ومصيره. الكون ده اتعمل ازاي وجه منين ومصيره بعد آلاف السنين هيبقى عامل ازاي. فهنا بتهتم بدراسة ما هو أبد. عشان كده الفلسفة يقول لك والله العلل البعيدة. فمبحث الوجود بيبحث في الصورة الكلية للكون اللي هو إيه يا مستر؟ بيدرس كل حاجة، بيتكلم في كل حاجة، وعايز يعرف ما هو أبعد من الظواهر اللي موجودة قدامي. يدرس الوجود ككل، مهمة، ويبحث في خصائصه الأساسية، زي الفيلسوف لاوتسي الذي أكد أن الكون مترابط ومتناغم وله قوانين حاكمة له، وأكد على مبدأ الضرورة. قال لك الكون ده هو موجود مع نفسه، مترابط ومتناغم مع نفسه، ما تجيش انت تدخل نفسك فيه وتقول ان انت بتصلحه، لا ده انت كده هتبوظه. فهنا بيدرس الوجود ككل، يحاول كشف القوانين الكلية التي تفسر حقيقة الوجود وتكشف عن جوهره. معنى كده يا مستر ملخص مبحث الوجود اللي هو الأنتولوجيا ان احنا بنبحث في كل حاجة، اللي هو يعتبر قريب من التعريف الأول للفلسفة، علم العلوم، العلم الكلي، العلم اللي بيدور في كل حاجة وأصل كل حاجة. هو ده مبحث الوجود اللي هو الأنتولوجيا. أي حاجة في الحياة فهو بيبتدي يبحث فيها، أي حاجة في الكون هو بيبحث فيها وبيدور فيها، وعايز إن هو إيه؟ يوصل للقوانين الأولى والبعيدة. خلاص كده؟ تعالى يلا نشوف مبحث المعرفة. المعرفة وهو مبحث الايه يا شباب؟ الانتولوجيا. ومبحث الانتولوجيا الابستمولوجيا، اسف، الوجود انتولوجيا، انما المعرفة هو الابستمولوجيا. مبحث المعرفة ليه علاقة شوية بالمنهج. يعني ايه يا مستر المنهج؟ يعني الطريقة. بص تعالى كده نقرا مع بعض. يرتبط بالمبحث السابق اللي هو مبحث الوجود اللي هو الانتولوجيا، حيث انه بيدور حول ايه بقى يا مستر؟ امكانية معرفة هذا الوجود وادراكه والعلم به. ركز كده في كلمة مهمة هنا، امكانية، يعني طريقة معرفة الوجود ده. تعالى تاني نقرا مع بعض تاني. مبحث الايه؟ المعرفة اللي هو الابستمولوجيا يرتبط بالمبحث السابق. ايه هو المبحث السابق يا مستر؟ اللي هو الوجود الانتولوجيا، حيث انه يدور حول، هو عايز يعمل ايه؟ امكانية تاني معرفة هذا الوجود وادراكه والعلم به. ازاي نعرف الوجود ده؟ ازاي نفهم العالم ده؟ ازاي نفهم الكون ده؟ ازاي نفهم يعني الطريقة، زي هل نستطيع معرفة أصل الكون؟ هل نستطيع معرفة أصل الإنسان؟ هل نستطيع معرفة مصيرهما؟ طب تعالى بص تاني. يهتم بدراسة، ركز بقى اللي هتأكد لك إن ده ليه علاقة قوي بالمنهج، وسائل المعرفة. أهو هو بيدرس الوسائل يعني الطرق بتاعة المعرفة، والموازنة بين الحواس والعقل، والحدس وبيان طبيعة كل منهما وحدودها وأيهما أكثر دقة. هنا هو بيبحث الطرق اللي تقدر تفهمه الوجود ده، وبيوازن أنا والله ممكن أعتمد على حواسي ولا أعتمد على عقلي، أنهي واحدة فيهم أفضل إن هي توصلني للحقيقة وتكون دقيقة. تمام، هنا لازم أوازن ما بينهم، ولا أنهي واحدة أفضل. زي مثلا نحن نعرف الله بالعقل لا بالحواس، العلماء تعرفوا على الظواهر الايه؟ بالحواس مع العقل. هنا قال لك انت بتعرف ربنا بالعقل، هل انت بتشوفه؟ بتتكلم معاه؟ لا، لان دي مرتبطة بالحواس. فالله خارج ادراكنا المادي الايه، انما هنا بعرفه بعقلي. انما العلماء بيعرفوا الظواهر الطبيعية بالحواس وبالعقل. فهو ده ان هو بيدرس الطرق والوسيلة اللي بتقدر تعرفني المعرفة ديت. خلاص؟ فهنا لما تيجي السؤال تلاقيه بيكلمك على ايه يا مستر؟ بيكلم سيادتك
على ان اصل كل حاجه واصل كل شيء وبيبحث في كل شيء وعايز يعرف كل حاجه، هتقول له مبحث الايه؟ الوجود، اللي هو الانتولوجيا. طيب ازاي نعرف الحاجات دي؟ وبحواسنا ولا بعقلنا؟ تلاقي في طريقه اللي هو قريبه للمنهج، هتقول له مبحث المعرفه اللي هو الابستمولوجيا. طيب خلصنا؟ ازاي يا جدع كده؟ انت مالك زهقت مني ليه؟ نخش في مبحث القيم وهو الاكسولوجيا. مبحث القيم اللي هي الاخلاق، مالها بقى؟ يتعرض لدراسة ايه يا مستر؟ القيم والمثل العليا، والكشف عن ماهيات القيم المطلقة التي يسعى الجميع لتحقيقها في حياتهم، ويظهر ذلك في 3 قيم أساسية. هنا هو بيبتدي بيبحث عن القيم الأساسية، القيم اللي انا والله عايزين كلنا نحققها، وبيظهر ده في 3 قيم اساسيه. هو في قيم اكتر من كده بكتير، بس اكتر 3 قيم ايه هو؟ قال لك والله قيمه الحق بيدرسها علم المنطق، فقيمه الحق ده اللي بيدرسها المنطق، لان المنطق بيقول لك ايه؟ قواعد دراسه التفكير السليم، بحط لك القواعد عشان تفكر بطريقه سليمه، فبالتالي تقول الحق، صح ولا لا؟ يبقى اللي انت بتقوله ده حقيقه. الذي يختص ببيان القواعد التي ينبغي على الفرد اتباعها لكي يكون تفكيره صحيحا. اهو. طيب قيمة الخير يدرسها علم الأخلاق، الخير بيدرسها علم الأخلاق، يختص ببيان القواعد التي ينبغي على الفرد اتباعها لكي تتوافق أفعاله مع مبادئ الخير والأخلاق الطيبة. هنا افعالك تبقى ماشيه مع المبادئ بتاعت الخير، وان انت كده كويس وان انت كده حلو. طيب قيمه الايه؟ الجمال يدرسها علم الجمال، قيمه الجمال ليها علم اسمه علم الجمال، يبحث في القواعد والمعايير التي يجب توافرها في اي عمل نطلق عليه جميل. يعني ايه يا مستر؟ يعني للاسف اغاني معظم المهرجانات اللي بنسمعها، يعني للأسف معظم الأفلام اللي بنشوفها، إيه اللي بيخلي الشيء ده نقول عليه جميل؟ لازم يكون محقق بعض القواعد، إنما ما ينفعش يقول لي أغنية فيها أم وفيها أخت وفيها شتيمة وتيجي تقول لي إن ده فن. لا، فن ده ياكل بالجزمة، ده فن لازم يندثر، فن لازم يختفي، ولازم انتوا تتعلموا قيمة زي قيمة الجمال، لان معظم الاغاني دي مين اللي بيسمعها؟ الشباب اللي هو من سنكم لحد سني وفوق و30 و40. هنا الاغاني دي بتتسمع بتبقى اغاني زي ما نقول كده ايه؟ سيئة، عشان ما اقولش كلمة ما تكونش كويسة. بتبقى اغاني زبالة، حلوة زبالة، اجيب حاجة تحت. بتبقى اغاني مش كويسة. ليه؟ فيها شتايم، فيها الفاظ ما ينفعش نسمعها، لا واد ولا بنت، لا ولد ولا بنت، لا راجل ولا ست، ما ينفعش. ليه؟ لانها تخرج بره عاداتنا وبره تقاليدنا، لان هي ما بينطبقش فيها المبادئ الاساسيه عشان اقول ده جميل. يعني انت مثلا لو جيت توقف اي اغنيه من الاغاني دي وشلت الموسيقى وشلت الدرامز وشلت ايه؟ اللعب، البيتات اللي بتبقى فيها، وجيت تسمع الكلام لوحده، والله ايش هذا؟ والله جرف، والله هذا جرف. ايه القرف اللي الواحد بيسمعه ده؟ فهنا ده قرف. فلازم قيمة الجمال اللي بيدرسها علم الجمال ده اللي بيقول لك الحاجة دي امتى تقول عليها حلوة وامتى تقول عليها وحشة، مش اي حاجة كده تطلع فنبتدي ان احنا ايه؟ نحبها ونبتدي ان احنا يا مستر نمشي وراها على طول. فيلا تعالى صغر لك كده، عندي كام مبحث يا مستر في المباحث الرئيسية؟ 3. مبحث الوجود الأنتولوجيا، ده اللي بيدرس كل حاجة، عايز يعرف كل حاجة، عايز يفهم كل حاجة. مبحث المعرفة اللي هو الابستمولوجيا، ده بيرتبط بالمنهج شوية، دراسة الطرق والوسائل ان انا اقدر افهم بيها المبحث الاولاني اللي هو الوجود. طيب مبحث القيم الاكسولوجيا ده يا سيدي بيكلمك على القيم اللي احنا عايزين نوصل لها، واهم 3 قيم: الحق، الخير، الجمال. حق بيدرسوا علم المنطق، الخير بيدرسوا علم الاخلاق، الجمال بيدرسوا علم الايه؟ الجمال. تمام؟ طيب كده خلصنا النص الاولاني بتاع درس النهارده. نيجي بقى في النص الثاني، المباحث الفرعيه.
المباحث الفرعية أولا فلسفة الدين. فلسفة الدين اهتماماتها إيه؟ تدعيم الإيمان بالله والعقائد الدينية بواسطة الأدلة العقلية مع كشف حقيقة الإيمان وطبيعة الاعتقاد عامة دون الاعتماد على دين معين. يعني إيه يا مستر الكلام اللي انت قريته لنا ده؟ يعني يا سيدي فلسفة الدين مهمتها إن هي تدعم إيمانك بالله. زي ما قلنا بقى مفيش تعارض بين الفلسفة والدين. فلسفة الدين عايزة تزود إيمانك بالله ولكن مع الأدلة العقلية، بغض النظر أنت بتتكلم عن الإسلام ولا المسيحية ولا اليهودية. لا، أنا عايز أن أنت والله بتؤمن بالله، ماشي تمام، أنا هزود لك إيمانك بالله ده وهدعم لك إيمانك بالله، ولكن مع إيه؟ الأدلة العقلية. طيب فلسفة القانون مالها يا مستر؟ فلسفة القانون يا شباب دراسة الأسس العامة التي يقوم عليها القانون، المبادئ الأساسية اللي بيقوم عليها القانون، ومع بيان علاقته بمبادئ الأخلاق. إيه العلاقة اللي ما بين القانون والأخلاق وفكرة العدالة والبحث في مدى ارتباط إيه بقى بإيه؟ القانون بفكرة الإلزام، وذلك دون النظر إلى قانون دولة معينة. يعني يا مستر إيه؟ يعني والله إيه المبادئ الأساسية اللي ممكن نحط عليها القانون بتاعنا؟ وهل القانون ده ملزم للناس كلها ولا لأ؟ وهل لو ملزم مش كده يبقى احنا بننتقص من حرياتهم؟ احنا هنا بنعالج القانون وبنعالج القانون ده ليه علاقة بالأخلاق ولا لأ؟ ما هي لو المجتمع ليه أخلاق معينة فلازم القانون يبقى بيتماشى مع الأخلاق ديت، صح؟ صح، بغض النظر عن قانون مصر، الصين، العراق. لا، احنا بنتكلم على شكل القانون بوجه عام، الفكرة القانونية العامة. نيجي بقى ايه مالك في ايه؟ تعالي لا اله الا الله. طيب نيجي بقى لفلسفة التاريخ. فلسفة التاريخ ببساطة هي كشف القوانين العامة والمبادئ العامة الأساسية التي تحكم سير الأحداث التاريخية عامة، ومعرفة الحقيقة الكامنة خلف تطور التاريخ البشري. يعني إيه اللي ملوش ماضي ملوش مستقبل. وإحنا بيقولك كشف القوانين العامة والمبادئ الأساسية التي تحكم سير الأحداث التاريخية، ونعرف ده الكلام في الواقع هيبقى عامل إزاي. يعني ببساطة لو جينا خدنا مثال على ده هنشوف إن فلسطين هي أرض الحروب اللي جا فيها حملات كتيرة جدا، والحملات الصليبية والمغول، وابتدى مستر والله التتار ابتدى إن كان فيها حروب كتيرة جدا، واصحاب الارض ما سابوش الارض. اصحاب الارض فضلوا متمسكين بالارض، وحاربنا وكسبنا. بنخسر، بنقع كتير، بنقع سنين كتيرة، انما احنا عارفين ان الناس اللي في الحتة ديت اللي في المنطقة دي ما بيسيبوش حقهم. فده يخلينا على يقين ان شاء الله ان الارض مالها هتتحرر، ان فلسطين هترجع لنا. يبقى هنا يا اساتذه فلسفه التاريخ عايزاك تعمل ايه؟ تقرا تاريخك، اعرف بلدك، تاريخ بلدك مصر ياما خاضت حروب. خسرت يا مستر خسرت، احتلت يا مستر احتلت، وكتير كمان. ولكن كل ما بنقوم اقوى، كل ما بنرجع اقوى، صح ولا لا؟ احنا عملنا الحضاره العظيمه اللي كل العالم بيتكلم فيها دي كام الف سنه بس. يعني لو كنتوا سبتونا من غير الاحتلالات والدنيا دي كلها كنا هنقدم للعالم اشياء كبيره جدا اكبر من اللي قدمناها لهم بمراحل. فهنا فلسفه التاريخ عايزه ان سيادتك تعرف المبادئ الاساسيه والقوانين العامه. هنكسب هنكسب، هننتصر، الارض هتتحرر. قولوا يا رب نبقى من الشاهدين على تحرير الارض. يبقى كده يا شباب دي مباحث الفلسفة ودرس الفلسفة بتاع حصة النهاردة اللي هو مباحث الفلسفة والمشكلات بتاعتها. تعالوا نحل مع بعض كام سؤال. قال لك اهتم الفلاسفة الأوائل بالكشف عن الأحداث مالها بقى الكونية
هل هي تقع مصادفة أم تقوم على أساس إيه يا شباب؟ قانون ثابت يصف ما سبق ما تهتم الدراسة به أو بتهتم به الدراسات الفلسفية من خلال أحد مباحثها، وهو مبحث الإيه؟ الأحداث الكونية. بتقع صدفة ولا لأ؟ الكون. يبقى على طول مبحث الإيه يا مستر؟ الوجود. في هنا ابستمولوجيا وفي معرفة وفي اكسولوجيا. اكسولوجيا اللي هو مبحث القيم، صح؟ صح يا مستر. وهنا الابستمولوجيا اللي هو مبحث الايه؟ المعرفة. تمام؟ فهنا هيبقى مبحث الوجود، والابستمولوجيا اللي هي المعرفة ايه؟ يبقى دي الاتنين واحد، فلا. طيب شوف السؤال اللي بعده. الفيلسوف يسعى إلى تحديد مدى إمكانية إدراكه للوجود والموجودات وبيان ما يدركه ترجيحي احتمالي أم يصل إلى اليقين. يدلل ما سبق على موضوعات أحد المباحث الفلسفة وهو مبحث الإيه؟ هل هو مبحث القيم، الأنتولوجيا، ولا الإكسولوجيا، ولا المعرفة؟ طيب عندنا القيم اللي هي ايه يا مستر؟ اللي هي الإكسولوجيا، صح؟ يبقى الاتنين دول غلط، ده أولا كده. وعندنا الأنتولوجيا اللي هو الايه؟ اللي هو الوجود. وعندنا المعرفة اللي هي الايه؟ الابستمولوجيا. بس ما علينا، هنا السؤال وجود ولا معرفة؟ تعال نشوف. قال لك والله الفيلسوف يسعى لتحديد مدى إمكانية إدراكه للوجود. مدى إمكانية إدراكه للوجود، يبقى ده مبحث الوجود، بس ركز، مدى إمكانية إدراكه للوجود والموجودات وبيان ما يدركه ترجيحي ولا احتمالي، اللي أنا عارفه ده صح ولا غلط. يبقى الكلام هنا جاي على وسيلة وجاي على طريقة، يبقى الاختيار هنا يا شباب هو مبحث الإيه؟ المعرفة. طيب نيجي للسؤال الرابع. قيمة فلسفية لا تتطلب لذاتها أو كغاية، ولكن بهدف تنظيم التفكير بتاع الإنسان وفق قواعد وأسس التفكير الصحيح. قواعد وأسس التفكير الصحيح، وهنا المنطق، يبقى احنا بنتكلم على قيمة الحق. تمام؟ تمام كده. درس النهاردة خلص كده. مباحث الفلسفة والثلاث مباحث الأساسية والثلاث مباحث الفرعية خلصوا. اشوفكم على خير في الدروس اللي جاية.